السلام عليكم أزول في الهوان، مرحبا بكم في قناتي. ان شاء الله الفيديو ديالي يلقاكم كامل بخير بصحه جيده يا رب. اليوم ان شاء الله كما راكم تشوفوا راح نشارك معاكم الطريقه ديالي في تحضير القريوش. يجي رائع، يجي مورق من الداخل. اذا حبيتوا تعرفوا على طريقه التحضير تبعوا معايا الفيديو للاخير. اذا هنا بالنسبه للمقادير واش عندي كيلو فارينه، عندي 250 غرام مانغارين، عندي حبه بيض، عندي ساشي خميره كيميائيه اي معادل 10 غرامات، عندي ملعقه صغيره لافاني، ملعقه خل، وعندي ماء زهر، وعندي رشه ملح. وفي الاخير راح نعسلو القريوش ديالنا ونزينوه بالجلجلان. اذا كاول خطوه راح نديرو المانغارين ديالنا يذوب، لاني احتاج المانغارين يكون بارد. وهنا في بول نديرو حبة بيض، نزيدو معاها شوية تاع الملح، وعندنا ملعقة صغيرة لافاني. هنا ما نكترش لافاني لان لافاني هي اللي راح تحمر القريوش ديالكم بسرعة يعني في المقلة. وراح نضيف ملعقة خل، وفي الاخير راح نضيف ماء زهر، ونخلط كامل المكونات مع بعض، نخليها على جهة. هنا نحكم الفارينة ديالنا كما قلت لكم راح ندير كيلو، يعني هذه المقادير بالنسبة لكيلو تاع الفارينة. اذا حبيتوا يعني ديروا غير نص، قسموا كامل المقادير على زوج. هنا عندي 250 غرام مانغارين تكون باردة يعني بهذه الطريقة. وراح نبدأ نبسس كامل الفارينة ديالي بهذه الطريقة. وهنا بعد ما نبسس مليح الفارينة ديالي راح نجوزها هكذا في الغربة باش ما تجيش فيها هذيك التكتلات وهذيك الحبيبات. وهنا راح نزيد ساشي خميرة كيميائية، ونزيد هذاك الخليط اللي درناه يعني مع بعض تاع البيض والماء زهر. وهنا راح نبدا نجمع العجينه ديالي بهذه الطريقه. وهنا راح نضيف الماء والماء زهر حتى نتحصل على عجينه تكون طريه. هنا راح تشوفوا يعني هذا الكيلو تاع الفارين شحال يخرج من حبه تاع قريوش، يعني يخرج ما شاء الله. هنا راح نبدا ندلك العجينه ديالي حوالي 5 دقائق هكذاك بهذه الطريقه. ونقسم العجينة ديالي على 4 قطع هكذا، ونغطيهم ونخليهم يرتاحوا يعني مدة من نصف ساعة إلى ساعة. يعني كل ما تخلي العجينة ديالك ترتاح تجي يعني مليح. هنا بعد ما خليت العجينة ديالي انا ارتاحت نصف ساعة، هنا بديت نفتح العجينة ديالي. شوف العجينة ديالي شحال طرية يعني وسهلة باش تفتحيها، يعني عجينة رائعة. هنا راح نفتحها باستعمال النشاء، يعني كأني راح نخدم العجينة المورقة بهذه الطريقة. نفتح يعني على شكل طولي بهذه الطريقة، ونرش عليها النشاء، ونبدأ نطوي العجينة ديالي كما راكم تشوفوا. يعني نطويها هكذا على زوج وعلى 4 بهذه الطريقة. هنا بعد ما فتحت كامل العجينة ديالي راح نرجع يعني على اول قطعة اللي فتحتها، راح نعاود يعني نفس الطريقة الاولى، نفتح ونطوي هكذا على 4. يعني راهو واضح في الصورة كأننا نخدمو عجينة مورقة هكذا. القريوش ديالكم راح يجي مورق من الداخل. اذا انا راح نكمل نفتح كامل العجينه ديالي بهذه الطريقه، دائما باستعمال المايزينا. هنا بعد ما فتحت كامل العجينه ديالي نديرها هكذا في الساشي ونخليها ترتاح مده ربع ساعه الى نصف ساعه. ونبداو نحلو العجينه ديالنا بهذه الطريقه، يعني ما تفتحوهاش رقيقه بزاف باش يعني ما تكسرش في المقله. وهنا هذيك القطع اللي قطعناها من الاطراف نخليوها ترتاح ونعاودو نشكلوها يعني عادي. هنا جبت كرتونه قطعتها على شكل مستطيل، هنا درت 15 على 12. نتوما يعني اذا حبيتوا الحبه ديالكم تجي كبيره زيدوا في الطول تاع الكرتونه ديالكم، اذا حبيتوها يعني حبات صغار نقصوا، يعني هنا كيما تحبوا. هنا راح نبدا ندير بالجراره هكذا خطوط في الوسط. انا درت 12 خط بهذه الطريقه، ونبدا
نطوي العجينة ديالي على 2 ثم على 4. هذا هو التشكيل تاع قريوش ديالنا. راح نضغط على الأطراف مليح ونقطع هذاك الزائد ونتحصل على حبة تاع قريوش. إذا بهذه الطريقة نطوي على 2 ونعاود على 4 بهذه الطريقة وندخلها فيما بعض ونحي الزائد تاع الأطراف. إذا طريقة تشكيل سهلة كما راهو يعني واضح في الفيديو. يعني هذا القريوش يجي رائع، خفيف بزاف، يجي مورق. حتى العجينة ديالنا يعني رائعة، سهلة باش تفتحيها، سهلة باش تشكليها. يعني شوفوا العجينة ديالنا تخدميها كيما تحبي، يعني كيما راكم تشوفوا في الصورة. اذا هنا بعد ما شكلت القريوش ديالي درت الزيت تسخن حتى سخنت يعني الزيت ديالي، وندير القريوش ديالنا يطيب على النار تكون متوسطه بهذه الطريقه. شوفوا غير ديروا القريوش ديالكم في الزيت يبدا يطلع. هنا راح نعاون القريوش ديالي غير هكذا نرمي عليه شويه تاع الزيت بهذه الطريقه باش يعني نضمن بلي القريوش ديالي راهو طايب من الداخل. يعني رائع هذا القريوش يجي مورق من الداخل، يعني وصفة ناجحة 100%. اللي وصل لهذا اللقطة نقوله اللي مازال ما اشتركش في قناتي دعمني بالاشتراك واللايك وتفعيل زر الجرس باش تصلك كامل الفيديوهات اللي راح نحطها معكم ان شاء الله. ما تنسوش البارتاج مع الاحباب والاصدقاء. والله يا البنات ناقصني بزاف الدعم ديالكم، راني نحط وصفات بسيطة اقتصادية في متناول الجميع، يعني غير دعموني شوية كما نقول لكم باش هكذا تطلع شوية القناة ديالي وتحفزوني ان شاء الله. اذا هنا كما راكم تشوفوا يعني شوفوا القريوش ديالنا كيفاش يعني تحمر. الله الله، هنا تحبوه يعني تخليوه يتحمر مليح قليوه، حبيتو يعني غير لون ذهبي نحيوه يعني غير ياخذ اللون الذهبي من داخل راح تلقاو القريوش ديالكم طايب. يعني بهذا الوصفة راح تنجحوا يعني في القريوش ديالكم. شوفوه يعني ما شاء الله كيفاش راهو يطلع، يعني وصفة رائعة. اذا انا راح نكمل نطيب كامل القريوش ديالي بنفس الطريقه ونشوفوه فيما بعد مع بعض. هذا هو اذا القريوش ديالنا بعد ما طاب. هنا راح نبدا نعسل في القريوش ديالنا. بالنسبه للتعسيل تاع القريوش ديالنا راهو بارد. هنا العسل راني سخنته شويه وضفت معاه ماء زهر ونبدا يعني غير ندير الحبات تتعسل ونديرها في الكسكاس نخليها يعني تقطر. في الاخير نرش عليها جلجلان محمص. اذا بالنسبه للكيلو تاع الفرينه خرج لي 55 حبه كريوش يعني شكل متوسط، ما راهمش كبار بزاف وما راهمش صغار، نورمال برك كما راكم تشوفوا. هذا هو اذا الكريوش ديالنا جا رائع كما راكم تشوفوا، يعني جا مورق من الداخل، وصفه ناجحه. هنا راح نقسم حبه معكم باش تشوفوا يعني كيفاش راهو مورق من الداخل كما راكم تشوفوا. شوفوا يعني داخل يجي فارغ ما شاء الله. وصفة ناجحة 100%. إذا نتمنى تعجبكم الوصفة ديالي تاع نهار اليوم، وإلى الملتقى في وصفات أخرى إن شاء الله، والسلام عليكم.